لو زهقتي من المكرونه التقليديه وعايزه تجربي حاجه جديده، تعالي اقولك على وصفه خطيره، مكرونه بالبيف استراجانوف تحفه. هتطلب منك دايما مكرونه عاديه جدا، هنسلقها ونسيبها على جنب تبرد، وفي نفس الطاسه هنحط عليها زيت وكام قطعه كده من الزبده الحلوه. هننزل بالبيف بتاعنا، هنشوحه، معلهوش اي حاجه خالص، انا رشيت عليه رشه فلفل بس، معلهوش اي حاجه تانية. هننزل بس نديله تشويحه كده. في جنب بقى كوبايه كبيره من اللبن، عليها معلقتين من النشا، هنقلبهم ونسيبهم مع بعض كده شويه، هنستخدمهم بعدين. بعد ما البيف بتاعنا هيتشوح زي ما انتم شايفينه بالمنظر ده، انا مش عايزه فيه لون الدم ده، شايفين اللون الاحمر ده؟ لا انا مش عايزاه، انا عايزاه يتشوح كويس جدا. هشيله واحطه بره في نفس الوك بتاعنا او في نفس الحله بتاعتنا. بصوا انا بستخدم حله واحده بس في الوصفه دي، فيعني سهله وسريعه وجميله جدا. هننزل ببصلايه مقطعها حتت صغيره، ومعاها فصين من الثوم، وهنزود كمان قطعه زبده ومعلقه صغيره من السكر، بس تكرمل البصل بيدي تيست تحفه تحفه يا جماعه. جربوا السكر دايما مع كرمله البصل، بتغير طعم الاكله تماما. ومكعب مرقه وصويا صوص. ماشي، الصويا صوص يعني هيعزز نكهه الاكله دي جدا. ما عندكيش اتس اوكي، مفيش مشاكل، بس هيعزز نكهه الاكله معانا، فيفضل يبقى عندك صويا صوص، هتستخدميه في حاجات كتيره جدا. وهنقلب بقى كله. بص غير لون البصله معانا ازاي، فبجد جميله جدا. ولغايه كده ما تتحرق سيكه مش قوي، هننزل بقى باللبن اللي احنا مدوبين فيه النشا، وهنبتدي نقلب. هنلاقي لون اللبن اتغير في ثانيه من الزبده ولون البصله وكل الكلام ده. وهننزل بقى عليهم باللحمه بتاعتنا ونسيبها بقى تستوي شويه. تمام، انا عايزاها تستوي في الخليط ده كله. طب افرضوا الصوص قل منكم، زودوا ميه، زودوا لبن، مفيش مشاكل خالص، يعني زودوه حاجه بسيطه كده. النشا طبعا هيتقل الصوص معانا. وبعد ما الصوص يتقل واللحمه تستوي، هننزل بقى بالباستا بتاعتنا او المكرونه بتاعتنا. وانا هنا بستخدم مكرونه من نوع اللي هي بتبقى ايه، زي الودعه، زي اللي هي البنه، اللي هي الحاجات اللي الصوص بيدخل جواها، تمام، عشان التيست يلزق في المكرونه نفسها. فمش بفضل السباكيتي في الاكله دي. وهقلب بقى كله مع بعض، ودوقوا احلى مكرونه بيف استراجانوف. حطوا بقى عليه من فوق رشه بقدونس، رشه ريحان زي ما انا هحط دلوقتي. بجد يا جماعه بتطلب كتير مني جدا لما الناس بتبقى زهقت من الاكل العادي والاكل التقليدي. بس ده كانت وصفه النهارده. عجبكم الفيديو، استفدتوا باي حاجه، متنسوش اللايك، سبسكرايب لو من اليوتيوب، وفولو لو بتابعوني من على الفيسبوك، واشوفكم وصفة